لو انت قللت من نفسك قصاد شخص واعترفت له بكل حاجة جواك وعرفته كل اللي في قلبك وقد ايه هو مهم في حياتك وانك عايزه في حياتك وعاتبته ان هو مش مهتم بيك وعملت كل حاجة في الدنيا تقلل من نفسك فيها وبعدها ندمت وعايز تصلح الموقف وعايز تمحي كل اللي انت قلته للشخص ده بأستيكة وتلغيه من دماغه تماما ولا كأنك قلت حاجة، يبقى اعمل الخدعة دي. آخر مسج انت بعتها للشخص ده فيها تقليل من نفسك او فيها اهتمام زيادة، هتستنى الشخص ده يرد عليها عادي جدا وبعدها هتعلق المسج بتاعت الشخص ده 3 أيام من غير ما تعمل سين ومن غير ما ترد خالص، كأن الشخص اللي كان بيكلمه ومتشحتف عليه هو واحد تاني خالص غيرك. يبقى احنا كده الشخصية اللي احنا كنا حاطين نفسنا فيها احنا خرجنا براها وما اعترفناش بيها. بعدها هتنزل صور مع صحابك وستوريهات وخروجات وفرحة وانبساط، فالشخص ده هنا هيبدأ يحس انك توكسيك وانك كنت بتضحك عليه بكلمتين ودلوقتي افعالك بتثبت غيرهم. فاحنا دلوقتي تحكمنا في دماغ الشخص ده، بدل ما كان فاكرك متأثر بيه وهتموت عليه دخلناه في دايرة ان انت كأنك بتقوله انت فاكر نفسك ايه. يبقى انت كده عملت خطوتين: اولا اختفيت من الشات بتاعه، ثانيا اثبتت وجودك في الحياة عموما انك مبسوط وفرحان ومش متأثر بحاجة. بعدها بكام يوم بقى هترجع ترد عليه وتتعامل معاه ولا كأنك قلت حاجة. اي كلمة في حياتك عايز تلغيها هتعمل افعال تثبت عكسها. يعني لو لقيت شخص جاي بيقولك انت حد مهم جدا في حياتي ولقيته بعدها بكام يوم بيكلم 5 وكمان بيقول لهم نفس الكلام، يبقى هيجي في دماغك ان هو شخص توكسيك وان هو بيقولك كده وخلاص وان افعاله بتلغي الكلام اللي هو قاله. هنا انا مش بقولك ان انت تكون توكسيك مع الشخص ده، بس انا بخليك تلغي الكلام بتاعك خالص وتختفي من حياته شوية وبعد كده ترجع تتعامل بحدود عشان يعرف ان مفيش بينكوا حاجة وبعدها تقدر تنسحب من حياته تماما.